تعالى اعلمك ازاي تعملي احلى فسيخ زبدة كده في البيت وبمكونين بس من البيت، يعني مش هتشتري حاجة من بره. اعلمك ازاي تبقي شاطرة وتعملي كل حاجة في البيت وما تشتريش اي حاجة من بره. بصوا زبدة معايا ازاي، بصوا بيطلع مش مستحمل خالص ازاي. احلى فسيخ هتعمليه وهتاكليه من عمايل ايديكي وهتحسيه مختلف جدا بجد عن بتاع بره. هتطلعي احلى كمان. بصي طالع جميل ومفصص ازاي، يعني مش مستحمل خالص وانا بطلعه. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسنيش في اللايك وفي الكومنت وفي الشير والاشتراك في القناة. على اليوتيوب طبلية مريان أديب، وعلى الفيسبوك مطبخ مريان أديب وطبلية مريان أديب، وعلى التيك توك طبلية مريان أديب. هعلمك ازاي تحفظيه ويقعد معاكي ممكن من 6 شهور لسنة تقريبا. يلا بينا بسرعة نعرف الطريقة. انا هنا جبت 3 سمكات كانوا تقريبا 2 كيلو ونص، يعني اكبر حاجة عند الراجل هاتيها، لان كل ما السمكية تكون كبيرة كل ما هترمي لحم معاكي. وهنا خليتها تقريبا يعني من اول اليوم لاخره بنفس الطريقة اللي انت شايفاها ديت. غسلتها كويس قوي وغسلت الخياشيم ومن عند بقها وكل حاجة، وخليتها بوزها لتحت كده من اول اليوم لغاية بالليل خالص، او من بالليل لغاية الصبح. يعني على قد ما تقدري تفضل فترة طويلة كده وهي بوزها لتحت، عشان تنزل المية الزفرة اللي فيها كلها واي دم واي حاجة، وعشان ما تبقاش زفرة على قد ما تقدري. هنا ديت المية اللي نزلت منها. هتجيبي مناديل هتصفي منها اي مية لسه موجودة فيها، وهتنشفيها كويس. وهنا بصي انا عملت لها مساج، بتدوسي عليها كويس قوي من تحت عند الديل ومن عند سلسلة الظهر كده، على قد ما تقدري اعملي لها مساج. دوسي عليها، حاولي تفصلي السلسلة عن اللحم شوية. وهنا جبت كيسين ملح وشطة، بس هو دوت كل اللي احنا هنحطه. اللي يقولك حطي ملح خشن او الحاجات ديت منصحكيش، هو براحتك، بس انا منصحكيش، لان انا خبرتي ان انا عملت قبل كده بالملح الخشن نشف معايا وملح قوي. انما الملح البيتي العادي بتاعنا دوت بجد بيديكي احسن نتيجة. وهنا بقى يعني تحطي في بقها على قد ما تقدري، على قد ما تقدري تحطي لغاية ما تقولك كفاية. وبعدها انا جبت ظهر معلقة وقعدت احط وازق بيها لجوه، وهتحطي في الخياشيم وهتمليها على قد ما تقدري. اهم حاجة لما تيجي تشتري السمكية من عند الراجل دوت بوري، يكون طازة، اهم حاجة مش بايت، لان لو بايت مش هيديكي نتيجة كويسة. وتكون الخياشيم بتاعته تفتحيها كده وتلاقيها حمرة ما تبقاش غامقة، دوت اللي بيعرفك ان هي كده طازة. وتكون عينيها مبحلقة كده، يعني ما تحسيش ان هي دبلانة. ده كله يديكي نتيجة كويسة جدا في الفسيخ. زي ما قلتلك كل ما تكون السمكية كبيرة كل ما ترمي معاكي لحم. لو صغيرة هتنشف معاكي ومش هتحسي ان هو حلو، هيملح معاكي وهيبقى مش حلو خالص. تجيبي السمكية تكون معدية ال0.5 كيلو، يعني كيلو الا ربع مثلا او نص كيلو اقل حاجة، لان زي ما بقولك ان هي لازم تكون كبيرة عشان تلاقي لحم. وهنا جبت كيس وحطيت الملح بالشطة دوت من تحت السمكية ومن فوق السمكية، على قد ما تقدري تكون من تحت ومن فوق. وحطي بقى في اكياس على قد ما تقدري، واهم حاجة نطلع منها الهوا لو هو طال منك هوا هيبوظ منك. فانتي تحطي في الاكياس وتطلعي الهوا على قد ما تقدري، وتكلفتي فيها بقى كتير كتير كده في اكياس كتير. وهنا انا عملت كل سمكية لوحدها، عشان قلت لو جيت اطلع السمك وفي حاجة لسه ما استوتش ما اخسرش كل حاجة. يبقى حاجة واحدة بس اللي خسرت واكمل سوا في التاني. فانتي اعملي كده عشان ما تخسريش كتير. لو حطيتي كله في مرة واحدة لو فتحتي عليه مش هتعرفي تكملي سوا تاني. فديت هتبقى احسن حاجة ليكي واحسن طريقة. وهنا بعد ما حطيته في اكياس كتير ولفيته بستريتش راب كويس جدا وطلعت الهوا منه، حطيت كل واحدة لوحدها. حطيها بقى برضو في اكياس كتير. هنشوف هنا انا حطيته في الكيس دوت بس ما ينفعش ان انا احطهم في العلبة، فطلعتهم من الكيس تاني وحطيتهم كده في العلبة وقفلت العلبة كويس قوي.
يعني بعد ما حطيتهم في العلبة حطيت فوق العلبة كمان اكياس تاني، يعني لفتهم بكيسين ولا حاجة علشان على قد ما نقدر نكون متأكدين ان مفيش اي هوا هيدخل لها. كيس بقى عكس كيس كده عشان نتحكم في الهوا. وهنا قعد معايا 25 يوم تقريبا. هو في ناس بتقولك يقعد 20 يوم وفي ناس بتقولك 16 يوم، بس انا عشان كنت جايباه كبير كنت قلقانة ان انا افتح عليه. خفت افتح الاقيه لسه ما استواش فكده يبقى باظ مني. ادام فتحت عليه يبقى خلاص كده. فهنا انا خليته 25 يوم بس. وهنا بصوا بعد ما استوى هوريكم عامل ازاي. بجد رهيب رهيب، زبدة كده. جبت صينية كبيرة عشان ما نزفرش كل حاجة في المطبخ، وفتحت عليها علشان كل شوية ألم الحاجة. وبصوا ديت المية اللي طلعت منهم. بجد الطريقة ديت حلوة جدا ومش مكلفة، يعني بمكونين 2 بس ومن البيت، يعني كمان مش هتشتري حاجة. هتطلعي احلى فسيخ، احلى فسيخ هتاكليه. وبجد هتشوفي الفرق بينه وبين بتاع بره. هعرفك ازاي كمان تنضفيه ازاي. وبصوا هنا السمكية كانت في ايديا زبدة خالص مش مستحملة يعني. وهنا بقى بعد ما لمينا الاكياس وظبطنا الدنيا شوية لحد ما بصي هتمسكي من عند الديل من تحت وبأي سكينة كده هتشيلي القشر اللي فيها، بالمقص هتقطعي الخياشيم وتقطعي الحتت الزعانف. والراس ديت بتتشال خالص وبتترمي، يعني هي ما فيهاش حاجة خالص. وبعد ما بنضفها من القشر وبقص الزعانف والحتت الزيادة اللي فيها ديت، انا خدتهم بصراحة تحت الحنفية وغسلتهم. في ناس هتقولك لا مش ما ينفعش تحت الحنفية، بس انا بصراحة انا بعملهم تحت الحنفية. بقالي سنين بعملهم على كده وبيقعد معايا ومتقلقش خالص ان هو يبوظ مني. بص هنا بقى بعد ما فتحته عامل ازاي، بجد زبدة. وهنا انا بحب افتحها من الظهر عشان يبين اللحم عامل ازاي وسواه عامل ازاي. وانا ما كنتش عارفة افتحها للاخر عشان الراس موجودة، فشلت الراس خالص عشان اعرف افتحها. بصوا السلسلة طالعة لوحدها ازاي عشان احنا عملنا لها مساج في الاول. طالعة لوحدها وفاصلة خالص. والزيادات اللي هي بتبقى في البطن ديت عشان تتخلصي منها بسرعة جبت مناديل كتير ورحت سحباهم كده على طول فنطفت معايا بكل سهولة. بصوا فصوص اللحمة بقى عاملة ازاي، بصوا جميلة جدا ازاي. بجد طالع رهيب رهيب. هعرفك بقى ازاي تحفظيه معاكي في الفريزر. بعد ما نضفناه خالص كده بنقطعه بالمقص حتت صغيرة، يعني على قد اللي هياكل ياخد حتة قدامه. ونحطها في علبة محكمة الغلق ونحط فيه عليها زيت. ونحطه في الفريزر يا رب تخليه حتى 6 شهور سنة. ما فيش اي مشكلة معاكي. في ناس كمان بتحط عليه ليمون وطحينة، براحتك برضو. اهم حاجة بس لما تعوزي تاكلي منه تطلعيه قبلها بساعتين هيكون فك معاكي وبقى حلو جدا. ما تنسنيش بقى في اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناة والمتابعة على الصفحة بتاعت الفيسبوك مطبخ مريان أديب وطبلية مريان أديب. وبجد شكرا جدا للناس الكتيرة الجميلة اللي اشتركوا معايا في القناة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. باي باي.